أهلا بكم أعزائي المشاهدين في قناة أخبار كل يوم. تصريحات مارسيال كولر في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وسياتل الأمريكي في كأس العالم للأندية. كولر يتحدث عن مهارات سياتل قبل مواجهة ربع نهائي مونديال الأندية. قال السويسري مارسيال كولر المدير الفني للنادي الأهلي إن الفريق بيستعد بقوة لمواجهة فريق سياتل الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب، مؤكدا إن الجميع في حالة تركيز شديد قبل المباراة المرتقبة غدا السبت. وأوضح في المؤتمر الصحفي عقب ميران الأهلي اليوم أن مواجهة سياتل صعبة وأمام منافس قوي يميل إلى المدرسة اللاتينية ويمتلك عناصر من أصحاب المهارة، خاصة من لاعبي أمريكا الجنوبية، مضيفا أن فريق الأهلي بيتعامل مع كل مباراة على أنها الأهم في هذا الموسم. وأشار إلى أن مباراة أوكلاند سيتي كانت صعبة، موضحا أن فلسفته هي التعامل مع كل مواجهة بشكل مستقل ومختلف، وأنه مقتنع دائما أن المباراة القادمة هي الأهم، لذلك هو لا يفكر في أبعد من المباراة القادمة. وأكمل: الجميع يعلم قوة وقدرات لاعبي الأهلي، وكل فريق يلعب أمامهم من هذا المنطلق. وفي لقاء أوكلاند سيتي واجهنا منافسا يعرف قدراتنا ولعب بقوة، ولكننا كنا مستعدين بشكل جيد وحققنا الفوز. وشدد كولر على أن الأهلي لديه عناصر مميزة وقادرة على خوض المباريات الكبيرة، موضحا أن الفريق استعد بشكل مناسب لكل مباراة في البطولة.